هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان، وجعله نورا يضيء دروب السالكين وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه من دواعي الفخر والسرور أن نجتمع في هذا اللقاء المبارك مع شيخنا وحبيبنا في الله شيخ سعيد حيون. مرحبا بك شيخنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال شيخ؟ والله نحمد الله على كل حال. الحمد لله. شيخ، نواصل مع سلسلة أسئلة في القرآن الكريم. نعم. وكل الفضل. شيخنا، كم شهادة حصلت عليها في حفظك ومسابقتك للقرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بفضل الله تبارك وتعالى من الله علي سبحانه وتعالى أن تحصلت على عدة شهادات بفضل الله تبارك وتعالى. ومن ضمن الشهادات ومن أول الشهادات بفضل الله تبارك وتعالى كانت أول شهادة لي هي شهادة في حفظ القرآن الكريم، والتي تحصلت عليها من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة. قد فزت بهذه الشهادة، وأتيت في المرتبة الثالثة بفضل الله تبارك وتعالى. هذه الشهادة منحت لي خصيصا من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة سنة 2009. نعم. والشهادة الأخرى التي من الله سبحانه وتعالى بها علي كانت من طرف شيخي الشيخ محي الدين بوزيان، إمام وخطيب مسجد الفرقان بحي الشهنكوت، والتي منحت لي في سنة 2011. طبعا هذه الشهادة هي برواية برشد عن نافع من طريق الأصبهاني. ومنحت لي أيضا شهادة أخرى ألا وهي شهادة تقدير وإكرام من طرف جمعية النور، أو شهادة مشاركة من طرف جمعية النور، والتي منحت لي في سنة 2018. وأيضا منحت لي آخر شهادة بفضل الله تبارك وتعالى في سنة 2022، وتحصلت فيها على المركز الأول بفضل الله تبارك وتعالى من طرف إدارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع والي ولاية المدينة. طبعا ما شاء الله الشيخ، سجل حافل ما شاء الله. شيخنا، سؤال ثاني، قيل عنك أنك كان لك حديث في إذاعة قسنطينة الجهوية، كان هذا في حوالي سنة 2010 على ما أظن. نعم. هل هذا صحيح؟ نعم، بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا كان لي شرف اللقاء مع إذاعة قسنطينة الجهوية حينما بأول شهادة لي آنذاك، وهي كانت في حوالي ما بين 2009 و2010. ونعم، بفضل الله تبارك وتعالى كان لي حديث طويل وعريض مع إذاعة قسنطينة. ما شاء الله. شيخ، ما هو الوقت الذي كان يعتمد فيه الشيخ سعيد حفظه الله على حفظه وتثبيته للقرآن الكريم؟ والله أخي أيمن، الوقت الذي كنت أعتمد عليه في طريقة الحفظ للقرآن الكريم هي فترة الصباح أكثر، على الأكثر في فترة الصباح، خاصة حينما نقول فترة الصباح نقول فترة صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر إلى غاية طلوع الشمس، وخاصة أيضا 8 صباحا أو ما يقارب ذلك الوقت. ما شاء الله. شيخ، ماذا تنصح شباب في هذا اليوم؟ نعم، بالمناسبة هذه الأيام على مقربة من شهر القرآن وشهر البركة وشهر العتق من النيران شهر القرآن الكريم، شهر رمضان المبارك. أنصح شبابنا أن يلتزموا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظوا كلام الله عز وجل، وأن
يباشر في حفظه، وأنصح أيضا أولياء الأمور وآباء والأمهات على يعني إرسال أبنائهم إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم. وطبعا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما شاء الله شيخ، اختم لنا بختامية من آية الذكر الحكيم. نعم. مشكور ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. مشكور شيخنا الفاضل، نفع الله بنا وبك الأمة. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما وفقنا إليه في هذا اللقاء المبارك، حيث اجتمعنا على مائدة القرآن نرتل آياته ونتدبر معانيه ونتقرب بها إلى الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن